بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في قناة مطبخ شهوات الأسرة. نتمنى تكونوا على خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. تابعوا معايا نحضروا وصفة اليوم. بسم الله على بركة الله. نبداو الوصفة ديالنا. وصفة اليوم هي طاجين الكفتة ديال السردين اللي كتجي رائعة. كان سبق لي حضرت معكم الطاجين ديال السردين يعني بالخضر. دابا غادي نحضر السردين يعني بكفته، يعني غادي نعمل الكفته ديال السردين. غادي نحتاجوا لهاد الوصفه ديال الكفته ديال السردين غادي نحتاجوا ليها الطماطم. كما كتشوفوا راه الطماطم هنا عندي هنايا 5 ديال الطماطم، يعني كاينين اللي كبار وكاينين اللي صغار، داكشي علاش درت 5. ما هما 4 مطيشات الا كانوا كبار شويه ولا متوسطين راه مزيان كافيين. المهم داكشي تيبقى تاني على حسب افراد الاسره. المهم على حسب الكميه اللي بغيتو تعملوا. عندي البصل، غادي نعمل 2 بصلات يعني مشلضين، مشلضه يعني بصل مقطعه الى قطع صغيره. وعندي هنا عملت 2 فلافل، يعني درت الفلفل الاخضر والفلفل الاحمر. كما كتشوفوا هنا الفلفل راني عملتها مشويه، راني شويتها، شويت الفلفله الحمراء والفلفله الخضراء شويتهم باش غادي نعملهم حتى هما. وهنا السرديل اللي غسلته مزيان كما كتشوفوا، حيت ليه كاع الاشواك اللي تيكونوا هنايا داك الشوك الرقيق، وحيدت هنا هاد الشوك اللي كيكون هنايا حتى هو. المهم حيدت ليه كاع الحاجه اللي ما عندناش بها غرض. هنا عندي شويه ديال القزبر، شويه ديال المعدنوس، وعندي هنا 4 ديال الفصوص ديال الثوم، وعندي التوابل. عندي شويه الكمون، شويه بابريكا التحميره، عندي شويه البزار، وعندي السكنجبير الخرقوم والملح. وهنايا خديت السردين ديالي عملته في اناء وخلطت معاه جميع التوابل اللي ذكرت لكم مع القزبر معدنوس والثوم. خلطتهم يعني حتى خلطتهم. ممكن هاد العمليه ديروها قبل وتخليوها شي نص ساعه، يعني قد ما خليتو الحاجه كتشرمل راه مزيانه. انا الصراحه كنت مزروبه يعني دغيا عملته، ولكن راه ما شاء الله على كيفاش جا هاد الطاجين لذيذ يعني حتى الاسره ديالي ذاقوه عجبهم يعني بزاف. المهم كما شفتوني كنعمل السرديل يعني في هذا الخلاط الكهربائي. وهنايا من بعد ما طحنت السرديل خديت الخضر اللي عندنا، يعني البصل والطماطم والفلافل، خديتهم وقطعتهم الى قطع صغيره. وان شاء الله دابا غادي نبداو في تحضير الوصفه ديالنا. وهنايا خديت الطاجين ديالي وضعته على النار. عملت زيت المائده اول شيء، عاد ضفت ليه البصل. صافي غادي نشحر هذا البصل اللي وضعت في الطاجين حتى كتشحر ليا، وغادي نضيف الملحه ونخلي البصل ديالي حتى كتشحر وكتنزل شويه. عاد غادي نضيف الفلفل الحمراء والفلفل الخضراء ونخليهم حتى كيتشحروا، وعاد نضيف الطماطم. من بعد ما تشحرت لنا البصل والفلافل غادي نضيفوا الطماطم اللي قطعناها الى قطع صغيره، وغادي نحركوا الخليط حتى كينسجموا لنا المكونات. صافي هنايا ضفت شويه الماء، كنضيفوا غير شويه صافي حتى كيتغلى ويندمجوا جميع العناصر. عاد كنضيفوا الكفته ديال السرديل. وهنايا من بعد ما طبت لينا الطماطم والبصل والفلافل يعني اندمج لينا داك الخليط، غادي نضيفو دابا الكفته ديال السرديل، يعني اللي كورناها الى كويرات صغيره شي انما يعني على حسب الذوق. دابا غادي نبقى نستفها هكا في الطاجين حتى كنقادو واحد الطويجين اللي ما شاء الله راه ما نقول لكمش كتيجي هذا الطاجين يعني لذيذ. كفته السرديل كتجي رائعه. صافي انا كتعجبني هاد الكفته ديال السرديل في الطاجين. وهنايا خديت واحد الفص ديال الثوم وكنحكو من الفوق
ما نقول لكمش هذا الفص ديال الثوم عنده سر من الاسرار، البنه واللذه في اي وصفه عملتو. هذا الفص ديال الثوم راه كيجيب لكم ديك الوصفه لذيذه ورائعه وما تشبعوش منها. وفي الاخير كنضيف واحد الفلفله حاره من الفوق، يعني كتجي حتى هي هكا عاطيه منظر من الفوق، يعني على حسب اللي كيبغي الحار. اللي ما تيبغيش الحار يمكن ليه ما يستعملهاش. وصافي هكا كنكملوا التحضير ديال الطاجين ديالنا. نضيف ليه الليمون الحامض، كنضيف واحد الطريفات حتى هما مع الفلفل صافي، وتنخلي الطاجين ديالي حتى كيطيب ونقدمه بالصحه والراحه. مولاي صل على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام يا رب.